حابب تلعب تمرين على الهاك سكوات وما عندك يا بالجيم؟ طيب شو البديل لإله؟ أنا الكوتش هادي. أحد المشتركين عندي بالتدريب الأونلاين بعت له تمرين على الهاك سكوات، فبيرجع بيقول لي إنه الهاك سكوات مش موجود عنده بالجيم، فشو يلعب بداله؟ الحقيقة إنه هي القصة هي مو قصة شو بداله، وإنما بتمرين الرجلين زاوية القدم وضعية رجليك هي اللي عم تحدد لك زاوية الاستهداف بعضلاتك. فزاوية القدم هي اللي بتحدد زاوية الاستهداف، فبإمكانك تشوف شو الزاوية يلي أنا عم بلعبها على الهاك سكوات، ونفس الزاوية وضعية قدميك تاخدها وتلعبها على المكبس أو حتى على السميث. فمثلا تمرين السومو على الهاك سكوات هو نفسه بالضبط تمرين السومو على المكبس. ومثلا تمرين الفخذ الأمامي على الهاك سكوات هو نفسه فينا نلعبه سكوات على الملتي، ولكن ضابة برجلي شوي. ولكن للأمانة العلمية يلي بيختلف بين جهاز والتاني هو العضلات المساعدة بالتمرين. ولحتى نكون منصفين أكتر يلي بيختلف هو موضوع الأوزان. يعني أكيد أنا لما عم بلعب على الهاك سكوات رح شيل أوزان أكتر مما لما ألعبه على جهاز الملتي، لأن أبداً ما رح يكون توزيع القوة والتوازن نفسه. فدائماً فيك تلعب كل عضلات الرجلين على جهاز واحد اعتماداً على زوايا القدمين. هاد كان كل شي لليوم أصدقائي، استنوني الأسبوع القادم بحلقة جديدة معلومة مفيدة. للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم هي حساباتي على السوشيال ميديا. كنت معكم أنا الكوتش هادي.